في الفيديو ده هقول لك على اسهل 3 شغلانات ممكن تشتغلها من بكره من غير اي خبره بجنب كليتك او مدرستك لو انت في الثانويه. كل عليك ان انت يبقى سنك فوق ال 18 ببساطه. الفيديو ده ملخص لخبرتي في الشغلانات اللي انا اشتغلتها من غير ما تربط نفسك بمواعيد او وقت او شفتات. فخليك معايا وكمل الفيديو للاخر. الفيديو ده مش فيديو النهارده مش هيبقى طويل خالص، فجهز نفسك وهات حاجه تشربها ويلا بينا نبدأ. اول شغلانه ان انت تبقى دليفري، بس لازم يكون معاك موتوسيكل او عجله. لو معاك عجله هتحتاج البطاقه بتاعتك بس ويبقى سنك فوق 18 سنه. لو مكنه تبقى محتاج رخصه المكنه ورخصه القياده والبطاقه بتاعت حضرتك بس كده. وفي ابلكيشنين ممكن تشتغل عليهم دليفري، واللي هو مرسول وطلبات. انا عن نفسي اشتغلت في طلبات بقالي اكتر من سنه. آه، دي ببساطة عموما، فأنا عندي خبرة على اللي أنا بقوله لك. أنا عن نفسي بروح الكلية وفي ساعات ما بروحش، لكن أنت فهمت نظرتي. أنا مش رابط نفسي بمواعيد الشفتات، أنت اللي بتختارها. سواء 4 ساعات 5 ساعات 8 ساعات 8 ساعات 10 ساعات اللي أنت عايزه. أنت ممكن تشتغل 4 ساعات بس في اليوم وتبقى أنت اللي محدد المواعيد، سواء من 6 ل10 أو من 10 الصبح ل2 الظهر. أنت اللي بتحدد. وفي أيام لو مش عايز تشتغل ما تشتغلهاش. It's only about you, okay؟ فبس كده، دي اول شغلانه. خلينا ننقل على الشغلانه التانية، واللي هي كابتن رايدر. كابتن رايدر في ابلكيشنات النقل الذكي زي دي اوبر اندرايف، بوليت. الابلكيشنات دي ممكن بدوس الزرار بس تفتح في اي وقت في اي مكان whatever انت فين. تقدر تفتح وتقفل في اي وقت من غير ما تبقى عندك شفتات. كل اللي انت محتاجه بطاقة وموتوسيكل ورخصة قيادة ورخصة مكنة وفيش جنائي ببساطة، عشان طبعا يكشفوا عنك ويعرفوا السجل بتاعك. عشان عايزين يعرف انت راجل ايه، مظبوط ومنضبط، ولا راجل مجرم يعني وكده. طبعا دي اجراءات لازما انت تعملها، بتصورها على الموبايل وتبعتها للابليكيشن، وفي خلال يوم 2 بيرد عليك وان شاء الله الاكونت بتاعك يتفعل. ودي ببساطة الشغلانة رقم 2 اللي ممكن ما تربطش بيها نفسك لو انت شغال جنب الكلية. تالت شغلانة واللي هي أول شغلانة اشتغلتها في حياتي واللي هي ويتر. أنا عن نفسي كنت شغال، كنت باخد 2500 3000 شغال فول تايم 12 ساعة. الكلام ده مش في فترة بعيدة، ده من حوالي 19 شهور، من سنة باين، قبل ما أخش في طلبات. كنت باخد الرقم ده، لكن كنت ملاحظ في ناس جنبي آه، شغالة ويتر برضو في المحل اللي جنبي في نفس المول، شغالين بار تايم 5 6 ساعات 4 ساعات. في شفتات الصبح وشفتات بالليل. البنات كانوا بيجوا الصبح والولاد كانوا بيجوا بالليل، شفتات 4 5 ساعات بس. كانوا بياخدوا 3000 و4000. ده الكلام ده أم، من سنة. طبعا الأرقام دي اتغيرت دلوقتي. وممكن تشوف مطعم بيشتغل فول، قصدي سوري، بار تايم، وتسأله وتقدم، وإن شاء الله يعني تتقدم وتتقبل وربنا يكرمك. طول ما أنت بتحاول آه، تسعى وتشتغل، فأكيد ربنا هيكرمك إن شاء الله. شغلانة الويتر بار تايم هتعلمك ازاي تتعامل مع اللي قدامك. أم، ممكن تشتغل جنبها. ممكن تكون بتربطك شوية بالوقت بس هيكون وقت صغير. وممكن طبعا تنسق مع مدير المكان او مين اللي ماسك المحل whatever، يعني مش هتفرق. المهم انت فهمت نقطتي دولت. بالنسبة لي اسهل 3 شغلانات انا فعلا اشتغلتهم، واقدر اقول لك ان انت ممكن تشتغلهم جنب الكلية من غير ما تأثر على الكلية ولا مذاكرتك، ويبقى معاك كمان وقت جنب الكلية وشغلك تقدر تنبسط فيه. فببساطة هو ده الفيديو. طول ما انت وصلت للنقطة دي في الفيديو فانت اديتني اغلى حاجتين عندك، وقتك واهتمامك، ودولت اغلى حاجتين بالنسبة لي. فأتمنى تشوف الفيديوهات الجاية. وأنا محمد خالد، والسلام عليكم.